يعني إذا أنا ما أحمل ذمتي لأنه أنا كقاضي تنفيذ أتقيد ما في الحكم، تيجي تقول القضاء فاسد، القضاء قدر حكم واضح. يا أخي أنا ما أحمل ذمتي، أنا كقاضي تنفيذ مقيد بما جاء في منطوق الحكم. إذا أنا أسير بإجراء التنفيذ خارج منطوق الحكم هذا معناته أن أنا قد جاملته، هذا معناته أن أنا قد اقتربت وكيل له، وهذا معناته أن أنا ما عدناش قاضي. لا، أنا يا أخي ما أحمل ذمتي، أنا مقيد بما في منطوق الحكم. يا تجيب لي حكم واضح صريح وأنا أنفذه لك مثل ما تشتي، أما تدي لي حكم تقريري وتقول لي نفذه، لا لا. تمام، 10 سنوات يتشاركوا 10. تمام، والسبب التقصير في الطلبات، التقصير في الطلبات. هو قال يقول لك القضاء فاسد، القضاء مدري ماله، القضاء كذا. لا والله القضاء ما هو فاسد، الفاسد اللي كتب الدعوة، الفاسد الذي كتب الدعوة. تمام، هو الفاسد. أنا كقاضي وانقلوا هذا الكلام للناس، انقلوا هذا الكلام للناس. القاضي لا يمكن أن يقترب وكيل أبدا، حتى شمول الحكم بالنفاذ المعدل ما يحكم به إلا إذا طلبته، ما يقترب لك وكيل. تقول يا قاضي توفرت حالة شغل، أنا ما أعمل لك، أكتب لك أنا وكيل. شي يروح الطرف الثاني يطعن بالحكم ولا يقدم شكوى ولا يرفع دعوى مخاصمة بيقول حكم بالنفاذ المعدل دون أن يطلب منه، وهذا ما عندهوش قاضي، هذا قضى وكيل. تمام، أنا ما أجي أعلمك. تمام، يا إما تكتب كل الطلبات. لذلك يا إخوة يجي يطلب الحكم باستحقاق الشفعة، الحكم للقاضي باستحقاق الشفعة. لا طلب إلزام المدعي عليه بتسليم البصائر، ولا طلب الحكم بتعطيل البصائر، ولا طلب إلزام المدعي عليه برفع يده عن العين المشفوعة. تمام، وقال عندي إلى عند قاضي التنفيذ يحلم قاضي التنفيذ، يحلم قاضي التنفيذ. فإذا لم تكن الطلبات شاملة لكل النزاع الذي سيتعب بالنهاية هو المدعي، الذي سيتعب بالنهاية هو المدعي، بيروح لعند قاضي التنفيذ ويتفاجأ إن الحكم حقه غير صالح للتنفيذ، ويتفاجأ إن الحكم حقه غير صالح للتنفيذ. لذلك عندما تكتب طلبات الدعوة ضع أمامك قاضي التنفيذ، ضع أمامك قاضي التنفيذ. إيش بيقول لك قاضي التنفيذ عندما تروح تنفذ عنده الحكم؟ ضع أمامك كذا، تخيل قاضي التنفيذ أمامك بالصورة. تمام، إيش بيقول لك لما تروح تنفذ الحكم؟ بيقول لك هذا حكم تقريري ولا حكم يتنقل. صيغ الطلبات بالطريقة التي قاضي التنفيذ ما يقدر يردك من عنده. فعندما تكتب طلبات الدعوة ضع نصب عينيك إنه هذه الطلبات هي ستكون منطوق الحكم، ومنطوق الحكم هذا هو الذي يتحول عند قاضي التنفيذ، هو الذي يتحول إلى قاضي التنفيذ ليقوم بتنفيذها على أرض الواقع. هذه